السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذه النشرة الجوية الجديدة، من خلالها غادي نتعرفوا على توقعات الأحوال الجوية بالنسبة لمناطق البلاد ديالنا اليوم السبت وتوقعات الأيام القادمة، ونلقيو نظرة على جديد تحديثات الصباح والحالة الممطرة التي تعيشها بعض مناطق بلادنا. إذا آخر تحديثات تغيرت للأسف على بعض المناطق، كاين بعض الحالات الجوية اللي كتغير بين تحديث وآخر. ماشي كاع الحالات الجوية كيتغيروا، ولكن بعض الحالات الجوية كاين فيها تغير ما بين 10 سوايع حتى 12 ساعة ممكن تغير فيها التوقعات. على العموم بالنسبة لآخر تحديث النموذج الأوروبي في هذا الصباح تتبين لنا مجموعة ديال السحب المتوسطة أحيانا كثيفة تمر على المناطق أو تدخل على الأجواء. المناطق الوسطى تمر على المناطق الشمالية، وبعض المناطق الوسطى تبدو بدون أمطار وتتبان واحد السحب عليا ممطرة بالمحيط الأطلسي وبعض المناطق الجنوبية للبلاد. إذن احتمال تساقطات مطرية مازال منتظر إن شاء الله على مجموعة من المناطق. بالنسبة لمساء هذا اليوم تساقطات مطريه ان شاء الله مهمه قد تشمل العديد من المناطق. نبداو توقعات هذه الاحوال الجويه من منتصف نهار اليوم. السحب الكثيفه قد تكون ممطره على بعض مناطق بوجدور بامطار خفيفه طرفيه، قطرات مطريه، زخات رعديه على مناطق طنطان وقلميم باكادير، كذلك مناطق سوس تدخل اجواء ممطره على بن الفاع واكادير. بعض القطرات المتفرقه امزميز واي داوود، امطار لم تعد تظهر كما كانت متوقعه بمدينه الصويره باحتمال بعض الزخات وخصوصا على الصويره والسواحل ديالها. بالنسبه للمناطق الوسطى سحب كثيفه مع قطرات متفرقه على البروج، على سيدي بوعثمان، قلعه سراغنا، ربما تكون بعض الامطار على خريبكا، على ولماس واتزم. تساقطات تبدو مهمه على الدار البيضاء، على الرباط، على بن سليمان، على الصخيرات، على مناطق الجديده، مناطق القريبه من البئر الجديد، مناطق بوسكوره، حد سوالم، مناطق سيدي عابد الوالديه. تساقطات مهمه على تلك المناطق، وتساقطات مهمه على المناطق الشماليه الغربيه بطنجه، اصيله، تطوان، العرائش، فشاون، وزل، الميمونه، مناطق سيدي سليمان، سيدي علي التازي، وبعض مرتفعات الساكن في منتصف النهار اليوم. بعد منتصف النهار للاسف الشديد لم تعد تظهر الامطار جهه شيشاو وإيمين تانوت اي داود ولا الصويره التي كانت امطار مهمه. حتى مراكش اجواء تظهر مستقره، سيدي بوعثمان كذلك، زخات رعديه تظهر على خميس ولاد الحاج، امطار متفرقه على اليوسفيه وسيدي بن نور قد تكون مهمه غزيره على الوالديه، على سطات، غلات، فرج، برشيد، الدار البيضاء، بن سليمان، الرماني، والرباط، القنيطره، والصخيرات، المناطق المجاوره، فاس، مكناس. بعض الامطار المتفرقه، امطار مهمه غزيره على سيدي سليمان، قريه بو محمد، مرتفعات الساكنه، الحسيمه والدريوش وتطوان واصيله. وتظهر بعض الانفراجات على طنجه، وتستمر الامطار مهمه على المناطق الجنوبيه بتساقطات مطريه متفرقه تبدو ضعيفه ببوجدور، زخات رعديه ببكرع، قطرات على سماره، امطار رعديه على العيون، على طرفايه، على طنطان، على قلميم، وتساقطات مطريه على بعض مناطق سوس، تفراوت، ايتباها، بالفاع، اكادير، تارودانت، ربما حتى يغرم بعض القطرات المطريه الخفيفه والضعيفه. في المساء هذه التساقطات المطرية تستمر على بعض المناطق الجنوبية للبلاد، مناطق بكرة، سمارة، العيون، بوجدور، أمطار خفيفة، زخات رعدية على طنطان، على بعض المناطق المجاورة أمطار مهمة بسيدي فني، غزيرة، انفراجات كبيرة واسعة على جل المناطق أكادير وتارودانت وباقي المناطق الأخرى. استمرار بعض الأمطار لمناطق سيدي بن نور، سطات، مناطق أسافي، الوالدية، خميس ولاد الحاج، اليوسفية، بن قرير، شمال بن قرير. تساقطات مطرية مستمرة على المناطق سيدي سليمان، على ربما مكناس وفاس وقرية بو محمد، الساكن، مرتفعات آكنول، قطرات على الحسيمة، أمطار خفيفة بين بركان والناظور، وأجواء مستقرة بالعرائش وطنجة بالمناطق الشمالية. في الليل هذه الأمطار سرعان ما تختفي على المناطق الجنوبية، تبقى بعض القطرات جهة بوجدور، وبعض القطرات قد تهم بالفاع، تيزنيت، أيتباها في ليلة السبت. أمطار قد تعود للصويرة إن شاء الله، الأمطار قد تعود لمدينة الصويرة إن شاء الله، تفتاش، تورشياضمة، تلمست، إيغورد، مناطق الشماعية، الخوالقة، سيدي بوعثمان، سيد الزويد، شيشاوة، مراكش، اليوسفية، بن قرير، مناطق قلعة سراغنا، دار الشافعي، البروج، سقامنا، خريبكا، واتزم، بجاد، فقيه، بن صالح، بوخريص، خنيفرة، مريرة، أقلموس، والماس، أكوراي، الحاجب، إفران. هذه المناطق احتمال أن تعود إليهم الأمطار إن شاء الله في الليل، محتملة أن تعود الأمطار على هذه المناطق إن شاء الله في ليلة السبت في منتصف الليل تقريبا، مع أجواء مستقرة على باقي المناطق الأخرى. احتمال قطرات وأمطار خفيفة جهة تازة، ساكا، أكنول، قطرات على بركان، وأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى. صبيحة يوم السبت تصبح بعض الأمطار ببعض مناطق تزنيد، شمال قلميم، طنطان، قطرات وأمطار خفيفة. تستمر بعض القطرات المتفرقة على سيدي بوعثمان، شيشاوة، ومناطق مراكش، وخصوصا قلعة سراغنا، مناطق بني ملال وخنيفرة، بتساقطات خفيفة ومتفرقة وأجواء مستقرة على باقي المناطق الأخرى.
ثم هذه الأجواء في ظهيرة يوم السبت سرعان ما تستقر الأجواء على جل مناطق بلادنا الشمالية الوسطى والجنوبية، تستمر مستقرة خلال الأحد. كذلك ربما الاثنين عودة الأمطار لأقصى شمال البلاد ببعض التساقطات المطرية على بعض المناطق الشمالية الغربية، ثم الثلاثاء أجواء مستقرة. الأربعاء السادس والخميس السابع تبدو الأجواء مستقرة. على العموم هي توقعات بعيدة، سنتطرق لتفاصيلها في نشراتنا القادمة. إذن هذا هو آخر تحديث للنموذج الأوروبي. هناك تغيرات بين تحديث الأمس في المساء وتحديث اليوم، خصوصا على بعض المناطق الوسطى، على مدينة الصويرة وبعض المناطق ربما الصويرة قد تعود إليها الأمطار في الليل إن شاء الله. على العموم كانت هذه آخر تحديثات هذا النموذج الأوروبي الصباحية. رياح قوية منتظرة في مساء هذا اليوم على مجموعة من المناطق، خصوصا المرتفعات الشمالية الساكن أكنول شفشاون، وكذلك رياح نشطة على الرباط دار البيضاء وجل السهول الغربية والمناطق الجنوبية الشرقية، وكذلك المناطق الجنوبية للبلاد خلال مساء هذا اليوم. إذن أصدقائي كانت هذه آخر مستجدات النموذج الأوروبي. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.